السلام عليكم. في البداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكة شهية منعشة ديال الحامض. كتجي طالعة هشيشة، كتشموا الريحة ديالها وانتم كتاكلوها وكتذوقوا الحامض. كتجي عالية وفي نفس الوقت شهية وهشيشة وطالعة. المكونات اللي غنحتاجو بسيطة وزيد عليها غير الحامض. عاد نحتاجو واحد الحامضة والقشر ديالها. هادو هما المكونات والسر ديال النجاح الكيكة ديال الحامض واي كيكة باش كتجي طالعه ما كتهبطش. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو: 4 البيضات بالحجم المتوسط او 3 كبار، حامضه، 2 خمارات بيكين باودر 16 غرام، وواحد ياغورت ديال الفاني، وكاس الهروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر الخشن سنيدا نفس العبار ديال الكاس. انا درت كاس العنبه ولكن نتوما نفس العبار ديال الكاس ديال الشاي تعبروا به. ولا عندكم كاس العنبه طبعا عبروا به. وواحد نص كاس ديال الحامض. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الكيكه ديالنا. طبعا وغنحتاجو ما نساوش 3 الكيسان ديال الدقيق. غندخلوا ليا 3 الكيسان ديال العنبه. طبعا نتوما يقدروا يدخلوا لكم قل. مهم نتوما راكم عارفين على ما كتكتب لكم 8 كتعرفوا بان الرقم 8 فوق الخليط، كتعرفوا بان الكيكه ديالكم صافي ما بقاتش عاد تزيدوا لها الدقيق. في الاناء درت قبيصه ديال الملح وغادي نوضع البيضات. غادي يكونوا بحراره المطبخ باش كيساعدونا على طلوع الكيك ديالنا. نضربوهم، نزيدوا عليهم سكر الخشن سنيده كاس. طبعا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف العبار والمقادير ديال نضربوا مزيان البيض ديال الحامض. هذيك القبيصه ديال الملحه. طبعا ممكن تستعملوا الضرب الكهربائي او الكاس ديال المولينكس اللي ديروا فيها العصير. كتجي اسرع وكتجي طالعه بلا تماره بلا عذاب. كنضربوا مزيان كما كتشوفوا معايا. كما سبق لي وقلت لكم ما عندكمش الوقت مزروبين عاد تستعملوا الضرب الكهربائي او الكاس ديال مولينكس اللي كنوضعوا فيه العصير. كنضربوا ومن بعد هنا راه يلا ضربنا قبيصه ديال الملح. غنوضعوا الزيت شويه بشويه، ما نوضعوش دقه واحده باش ما تهبطش لينا الكيكه ديالنا. ونضربوا مزيان في نفس الاتجاه. ومن بعد نضربوا مزيان ونضيفوا الحليب. كنضربوا مزيان ونضيفوا الحليب حتى هو كما كنكبوش دقه واحده، شويه بشويه. كنضربوه ومن بعد عاد غادي نضيفوا الدقيق، الزيت ديال الحامضه. نسيت ياغورت غادي نضيفوا الزيت ديال الحامضه نصف كاس ديال الحامض. غادي نوضعوه حتى الاخير باش كتبقى النكهه ديال الحامض والرائحه ديال الحامض. كتاكلوا في الكيكه ديالكم وانتم كتشموا الريحه ديال الحامض رائعه كتشهي. غنوضع ياغورت. من الاحسن ياغورت ما يكونش قاصح، يكون خفيف باش كتجي حتى الكيكه خفيفه. انا استعملت ياغورت ديال الفاني من الاحسن، وانتم ممكن تستعملوا اي ياغورت متوفر عندكم.
صافي عاد نضربو ياغورت ديالنا، وعاد نضيفو الدقيق كما سبق ليا وقلت لكم. انا دخلت ليا هنايا 3 الكيسان ديال العنبه. طبعا الا ما عندكمش كاس العنبه ممكن تستعملوا اي نوع ديال الكاس اللي كتستعملوا، نفس القياس وصافي، نفس القياس ديال الحليب، ديال السكر الخاشن سنيده، ديال الزيت طبعا. وكتطلع لكم الكيكه ديالكم شهيه لذيذه طالعه وبالصحه والراحه. انا كنوضع الدقيق كنضربو، كنضرب مزيان وكنحاول ندخل 3 الكؤوس، كنخلي منهم غير واحد شويه ديال الدقيق باش كنوضعو في الاخير. كنزيد عليه الخماره ديالي بيكين باودر، ومن بعد في الاخير كناخذ الحامضه ديالي كنحك الزست ديالها، ما كنوصلش للابيض، كنحك غير داك الصفر لان داك الابيض مر، داك الصفر باش كتجي النكهه. وممكن تحكوا الا كتعجبكم بزاف الحامض ممكن تحكوا حامضه الزست ديالها القشره ديالها في الدقيق، وعاد تحكوا الزست ديال حامضه ثانيه في الخليط. هنا عندي حامضه كبيره ونص كاس ديال الحامض كافي، كتجي الريحه ديال الحامض والمذاق ديال الحامض كافيين. هاد الشيء اللي استعملت انا زست ديال حامضه في الخليط، ما زدتوش حتى في الدقيق. ممكن نتوما الا كنتم المعجبين ديال الحامض السيترون ممكن تحكوه حتى في الدقيق. هنايا غادي نوضع نص كاس ديال الحامض وغنخلط. هنا باقي ليا شويه ديال الدقيق غادي نضيفو في الاخير مع بيكين باودر كما كتشوفوا. كنخلط شويه بشويه، هانتوما كما كتشوفوا كتحسوا بالخليط بدا كيخفاف. كنخلط مزيان في نفس الاتجاه باش ما كتهبطش ليا الكيكه ديالي. كنضيف الكميه اللي باقيه من 3 الكيسان ديال الدقيق، هادشي اللي دخل ليا. وانا غادي نضيف بيكين باودر. هنا درت 3 الوزن ديال 21 غرام، 7 غرام كل وحده. ممكن توضعوا غير جوج 16 غرام ولا 14 غرام. صافي كنحرك مزيان. ونسيت ما قلت لكمش واحد السر زوين ديال الكيكه. المول ديالي كدهنوها بالزبده والدقيق او الزيت والدقيق اللي عندكم متوفر، وكتوضعوها في المجمد. ديك الوقيته اللي كتكونوا نتوما كتوجدوا الكيكه ديالكم، المزيج ديال الخليط ديال الكيكه كتكون هي في المجمد، وفاش كتساليو كتجبدوها من المجمد وكتوضعوا فيها الكيكه ديالكم باش فاش كتحطوها كطيب وتبغيو تحيدوها كتحيد لكم بسهوله. هنا الكيكه ديالي كما كتشوفوا جات اللون ديال السيترون ذهبيه، وفي نفس الوقت جات عاليه كما كتشوفوا معايا. هذه هي الكيكه، هذه كيكه صغيره وهذه كيكه العاليه بزاف، والمذاق منعش وخفيفه وشهيه ما تشبعوش منها. كما كتشوفوا معايا هذا هو الطبق النهائي. وهذه الصور ديال الكيكه ديالنا بعد ما وجدات، جات عاليه وشهيه خفيفه لذيذه بزاف، واللون كما كتشوفوا معايا ذهبي ما تشبعوش منها. هاد المقادير ناجحه من اول تجربه. اعطيتكم جميع النصائح اللي باش تطلع معكم الكيكه ديالكم طالعه وهشيشه وما تهبطش ليكم.
هاد المول ديالكم فاش كتوضعوه في المجمد وكتوضعوا عاد فيه الخليط، منين كتساليو الخليط دغيا كتزول معاكم الكيكه ديالكم وما كتلصقش ليكم، وبالصحه والراحه. نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى المبتدئات اللي باغيين يجربوها يجربوها وتنجح معاهم اول تجربه. وهادو هما الصور، نخليكم مع الصور ديال الكيكه ديالنا، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادو هما الصور. نتمنى هاد الصور تروق لكم وتعجبكم. في الحقيقه جات شهيه، لا صور ولا مذاق. كما كتشوفوا معايا هانتوما عاليه بزاف وخفيفه وشهيه. الصور غنيه عن التعريف. والسلام عليكم.